ما تيجي النهارده نعمل فطار جديد ومختلف ويكون كامل العناصر الغذائية وفي نفس الوقت مياخدش مننا وقت، يا دوبك 5 دقايق ويطلع معانا بالشكل التحفة دوت، وكمان يكون الطعم حكاية. لو انت أول مرة بتشوفنا اشترك معانا في القناة وعمل لنا لايك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة جبنا طاسة وهننزل بمعلقتين كبار من السمنة البلدي، وبعد كده معانا بصلاية متقطعة بالشكل اللي انت شايفه دوت، وهننزل بيها في الطاسة وهنقلب شوية. يا دوبك أول ما البصل ابتدى يدبل معانا هننزل بفلفل مولع نار عشان محدش ياكل معانا، أول ما يلاقوا الأكل حامي محدش هياكل. بعد كده بشوية بقدونس وهننزل بيهم على البصل، وهنقلب يا صديقي لحد لما يبتدي يدبل معانا. هننزل بطماطماية متقطعة، الطماطماية ديت مفيهاش أي عصير، عايزين الطماطم لحم بس. وبعد كده معلقة من الثوم المفروم وهنقلب كله مع بعضه، أهم حاجة تكون موطي النار وما تستعجلش عليها. هننزل بقى بملح وفلفل وأي توابل أنت حاببها، مفيش أي مشكلة. وبعد كده يا صديقي هننزل بمعلقتين كبار من الصلصة وهنقلب كله مع بعضه. لو انت لسه مشتركتش معانا بفكرك تشترك معانا واعمل لنا لايك عشان عايزين نوصل الفيديو دوت لأعلى لايكات عندنا في القناة. وبس بقى يا صديقي، بعد ما وصلت معانا بالشكل دوت هنبتدي ننزل ب15 20 كرتونة بيض كده تقريبا، وهنرصها بالشكل اللي انت شايفه دوت. وبعد كده معانا شوية جبنة رومي تقريبا هم قاعدين في التلاجة بقالهم 15 سنة، هناخدهم دلوقتي جه وقتهم وهننزل بيهم في الطاسة بالشكل الجميل دوت. هنحط بقى شوية بقدونس على شوية من حبة البركة علشان الطبق يبقى كله بركة، وهنغطيه 5 دقايق وهتطلع معاك بالشكل التحفة دوت. صدقني والله العظيم هتعجبك جدا. والجميل في الأمر اللي احنا بنقدم البيض بشكل مختلف، بحيث مثلا لو عندنا أطفال ما بيحبوش البيض المسلوق ولا حاجة، الطبق دوت هيعجبهم جدا جدا جدا. زي ما انت شايف الشكل جميل والطعم كمان حكاية، وفي نفس الوقت مخدش مننا وقت، يا دوبك 5 دقايق وهيطلع معاك بالشكل التحفة دوت. بفكرك ان انت تعمل لنا لايك وشارك الفيديو مع اصحابك علشان عايزين نوصله لاعلى لايكات عندنا في القناة. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، سلام.